السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. كانش عندي غير ربع كيلو من صدور الفراخ وكانوا مستعجلين وعايزين يتغدوا، كان لازم اتصرف واشوف هعمل ايه. وجيت بقى بربع كيلو من صدور الفراخ عملت احلى صينية. عايزة اقول لكم المفاجأة ان هم اتغدوا وتعشوا كمان بيها. كانت حلوة جدا وطعمها خطير وانبهروا من طعمها، وفي نفس الوقت كمان سهلة في المقادير وكمان في التحضير. عايزه اقول لك ان كمان الوصفه دي هتنفعك جدا جدا في سفره رمضان. مش هتقفي كتير في المطبخ ولا هتغسلي مواعين. بينا ندخل ونشوف مقاديرنا ايه وطريقه تحضيرنا. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا يلا بينا. اول حاجه معانا في الصينيه هفضي كيس ونص من المكرونه. انت بقى حابه تزودي الكميه زودي، حابه تقللي في الكميه قللي زي ما انت عايزه. انا هنا كمان استخدمت المكرونه القلم، انت عايزه تستخدمي اي نوع مكرونه، بس عايزه اقول لك القلم هتبقى خطيره قوي في الوصفه دي. زي ما قلت لكم يا حبايبي في اول الفيديو ان انا ما كانش عندي غير ربع كيلو من صدور الفراخ. طبعا حيره بقى ومش عارفه اعمل ايه وزهقت. حتى امبارح كل حبايبي ومتابعيني كتبت لكم امبارح على البيج قلت لكم شوفوا كده ايه رأيكم نعمل اكل ايه بكرة. طبعا اللي اقترح عليا فول واللي اقترح عليا طعمية وبيض وجبنة، اكلات كلها جميلة جدا، وكشري واكلات كلها جميلة جدا وزي الفل. بس الولاد كانوا عايزين على فكرة مكرونة بالبشاميل، وكذا حد كتب لي في التعليقات مكرونة بالبشاميل. طب ايه رأيكم بقى هنعمل النهاردة الطريقة دي بطريقة سهلة وبسيطة وطعمها بقى خطير جدا. جبت بقى حطيت صدور الفراخ كده، وحطيت كان عندي بقى في التلاجة اي بواقي عندك من التلاجة تقدري تحطيها. حطيت فلفل اصفر كده رومي وفلفل اخضر رومي، والله هي كانت نص فلفلاية، لكن الفلفل الاخضر ده كان فلفلتين. وحطيت بقى الطماطم وحطيت كده الزيتون زي ما انتوا شايفين، اي حاجة عندك موجودة حطيها. جيت بقى هنا جبت نص كيلو من اللبن او نص لتر، ابتديت ان انا غليته على النار، حطيت بقى عليه مكعبين من الزبدة، وحطيت كمان عليهم معلقتين من الدقيق وشوية ملح وشوية فلفل اسود. بس كده مفيش اكتر من كده. بس لازم خطوة مهمة جدا، اللبن معايا يكون سخن. هقلب المكونات دي كويس جدا، مكونات سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش اي مشكلة. عايزة اقول لكم الوصفة دي بجد خطيرة. وهبتدي بقى احطها كده على المكرونة وعلى الفراخ بتاعتنا. وهنا بقى كنت قطعت كده الفراخ كده المكعبات عشان ياكل كده مكرونة مع قطعة الفراخ ويبقى طعمها حلو جدا. قلبتهم بقى كويس جدا جدا بالشكل ده. وعلى فكرة حطيت في اللبن كمان مكعب من المرق، لو عندك حطي هيديكي برضو طعم حلو جدا. وهنا بقى السوائل ما كانتش مغطية المكرونة كويس، رحت حاطة كوباية سخنة من المية على المكرونة كمان. لو عايزة تزوديها لبن زوديها زي ما انت حابة. كان عندي بقى شوية جبنة رومي كده، حتى بصوا كانت ناشفة كده شوية في التلاجة، قلت لا انا اطلعها واستفاد بيها واعملها في الاكله بتاعتنا. حطيتها كده على وش المكرونه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بصوا بقى هتديها بقى الجبنه الرومي دي طعم، بصوا خطير جدا. عندكم بقى شويه جبنه موتزاريلا حطوا، ما عندكوش ما تكلفوش نفسكم. انا كان عندي شويه كده ابتديت ان انا احطهم. حطيت بقى كده غطيتها، لازم تتغطى كويس بورق الالومنيوم، او لو عندك مثلا عملتيها في صينيه مدوره غطيها بغطا حله عادي جدا، مفيش اي مشكله. اي حاجه تدخل الفرن عندك حطيها فيها وغطيها كمان بيها. يلا بينا ندخلها الفرن، هتقعد معانا في الفرن لمده نص ساعه. وبعد النص ساعه هبتدي ان انا افتح عليها. بصوا الجمال والحلاوه خطيره جدا، وريحتها بقى كانت حلوه قوي 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 وجوسي بقى كده. بصوا من غير بقى سلق ولا بشاميل ولا اي حاجه. وهوبا يلا هوبا، بصوا 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 الجمال خطيره. ويلا بينا بصوا بقى تحفه. نطلعها من الفرن ونشوف بقى الجمال والعظمة دي بجد، والطعم بقى عامل ازاي. انا دقتها طبعا، عايزة اقول لكم لقيت طعمها بجد خطير، والمكرونة بقى مستوية كده وجوسي وحاجة. بصوا بصوا الجمال، بصوا تحفة. مفيش احلى من كده ولا اسهل من كده. مش هتاخدي وقت ولا هتسلقي مكرونة ولا هتعملي صوص بشاميل. وعايزة اقولك طالعة طعمها حلو جدا جدا، والزيتون محليها مع الجبنة الرومي. لا الموضوع كبير يا جماعة، بألف هنا وشفا. عجبتهم جدا، وعايزة اقول لكم ان هم اتغدوا وتعشوا من حلاوتها. فاض منها راحوا واكلينها، وانا كنت بصراحة محمرة معاها بطاطس. بألف هنا وشفا. دي كانت وصفتنا النهاردة، جربوها والله هتعجبكم ان شاء الله. كنت معاكم مية امين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير. باي باي.